الريحة يا باشا بعد 3 أيام ظهرت، يوم الخميس يوم الفرح 3 أيام بدأت الريحة تبان أكتر. الناس طلعوا كسروا الباب لقوه زي ما هو كده، حرامي اللي تكون دي آخرته. أغلب الجرائم مرتكبيها بيفكروا إنها الجريمة الكاملة، ويمكن لو عرفوا إنها أقل تفصيلة هي اللي ممكن تكشفهم كانوا عادوا تفكيرهم. رقم سري وأصل الحكاية. لكن قبل ما نبدأ حضر مشروبك وحط السماعات، ولو جاهز يلا نبدأ قصة النهاردة. قضية النهاردة من محافظة الجيزة وتحديدا منطقة الطلبية. قضية الجاني فيها خطط ودبر لكل حاجة بذكاء، ومن ذكائه قبل ارتكاب الجريمة فكر ازاي يخلي الشرطة تشك في كل اللي ليهم علاقة بالمجني عليه. مش بس كده، ده كمان كان مجهز دليل براءته، وده في حالة لو تشك فيه أصلا. لكن كالعادة قبل ما نبدأ خلينا نتعرف على شخصيات قضية النهاردة، واللي كلهم من شارع الشريف حسن في منطقة ترسا التابعة لاسم الطلبية. وأول الشخصيات المجني عليه مجدي محمد، اللي عمره وقت الحادثة 70 سنة، كان شغال مرشد سياحي ومقيم في الإمارات من سنة 83. عدى العمر عليه وما فكرش إنه يتجوز، وبعد وصوله لسن المعاش بعد 40 سنة قضاها بعيد عن مصر قرر إن هو يرجع بلده ويكون أسرة. بس الأسرة اللي كونها كان الجيران وأهل المنطقة اللي سكن فيها، فاعتبر إن كل الجيران هم الأهل والعزوة، وكل شباب المنطقة كانوا ولاده، وأطفال المنطقة أحفاده. مش بس كده، المجني عليه كان عارف إن الفلوس ملهاش أي قيمة، فبالتالي كان بيعمل خير كتير وبيساعد كل اللي حواليه. حد محتاج يعمل عملية والفلوس مقصرة معاه، حد بياخد علاج شهري، والأطفال الصغيرين مصروفهم اليومي موجود، غير السوبر ماركت اللي كان مفتوح فيه حساب للكبير والصغير، واللي بيسدد عم مجدي الملاك اللي نزل على المنطقة دي بعد رجوعه من السفر. ومن ضمن اللي ساعدهم بسخاء كانوا 3، وكانوا هم دول نفس المشتبه فيهم في قضية عم مجدي: ميدو ومحمود عبد الصبور ومحمد. ميدو في أوائل الثلاثينات وشغال دليفري، وبما إن حالته المادية بسيطة وميدو مش قادر إن هو يجيب موتوسيكل يشتغل عليه، فكان بيأجر موتوسيكل عشان يوصل بيه الطلبات. وعم مجدي قرر إن هو يساعده ويجيب له موتوسيكل جديد عشان ما يأجرش تاني، وفي نفس الوقت كل مكسبه يروح في الإيجار. مش بس كده، ده كمان ساعده ب2000 جنيه عشان مصاريف البيت. وبالنسبة لمحمود عبد الصبور اللي كان تقريبا أكبر من ميدو بكام سنة، متجوز وعنده طفلين، بس المساعدة المادية ليه كانت بسيطة ومش كتيرة. وبالمناسبة كان جار المجني عليه في نفس العمارة، وكان من وقت للتاني بيتردد عليه وبيطلع يقعد معاه. أما المشتبه فيه الثالث والأخير هو محمد، وعمره 21 سنة. بالرغم ان الاتنين اللي قبل منه كان ليهم معزة وبيعتبرهم زي ولاده، بس محمد كان ليه معزة أكبر على اعتبار انه الابن الثالث وآخر العنقود، وده اللي خلاه ياخد النصيب الأكبر من العطف والاهتمام. بالرغم ان محمد ممكن يكون مش محتاج لأي دعم مادي لأنه نجار وعنده الورشة الخاصة بيه، واللي في نفس الوقت في الشارع اللي بيسكن فيه عم مجدي. وقبل الحادثة بكام شهر محمد بيخطب، وعم مجدي بيدفع له 17,000 جنيه حق الشبكة، ووعد ان هو يساعده في الفرش والفرح. مش عايزك تستعجل في الحكم، لأن الجاني ممكن يكون واحد من الثلاثة أو حد رابع عارف بعلاقة الثلاثة بالمجني عليه واستغلها. وزي ما قلت لك قبل كده، أنا بحكي لك أدق التفاصيل عشان أعيشك كل لحظة في القضية، والغرض مش الإطالة. نرجع مرة تانية، وفي يوم الاثنين الموافق 14/8/2023 وتحديدا الساعة 11 بالليل، محمود عبد الصبور بيتصل بمحمد وبيطلب منه انه يجي عشان يطمنوا على عم مجدي اللي مختفي بقاله يومين، نظرا لان محمد معاه نسخة من مفتاح الشقة عم مجدي سايبها معاه، وده كان بعلم الجميع، لان عم مجدي كان موصيه ان كل فترة يفتح ويطمن عليه لانه خايف انه يموت ومحدش يحس بيه. ويجي محمد عشان يطلع هو ومحمود ويفتحوا باب الشقة اللي ما كانش راضي يتفتح، ومن الواضح ان المفتاح متساب جوه الباب. والريحة اللي كانت بدأت تظهر من يومين في البيت والشارع يتضح ان مصدرها شقة عم مجدي. يقرروا ان هم يكسروا الباب عشان يلاقوا عم مجدي جثة على الارض وجسمه منتفخ ومليان طعنات. حالة من الذهول والصدمة، ومحمد يصرخ ويجري من بشاعة المنظر اللي شافه قدامه، ويتم إبلاغ الشرطة اللي بتحضر لموقع الحادث، ويتم عرض الجثمان على الطب الشرعي. وبالكشف على الجثمان يتضح إن في علامة خنق في منطقة الرقبة و11 طعنة متفرقة في الجسد. الطعنات في الرقبة والصدر والجانب الأيمن من البطن. طبعا الشرطة محتاجة إنها تلاقي إجابة لأهم سؤالين: مين الجاني وإيه الدافع؟ والإجابة كانت صعبة، لأن لو الدافع سرقة ليه القتل بالشكل البشع ده؟ كانت طعنة واحدة كفيلة إنها تنهي حياته. وحتى لو الدافع سرقة، إيه هي المسروقات؟ وخصوصا إن مفيش حد عايش معاه يبلغ الشرطة بقائمة المسروقات.
ومن بشاعة الطعنات يبقى أكيد الدافع انتقام شخصي، بس شخص بالمواصفات دي استحالة إن يكون ليه أي عداوة. وكان الأهم من إجابة السؤالين دول هو حل اللغز: ليه الضحية كان مقتول بدون ملابس؟ هل بحكم إنه مش متجوز كان في واحدة معاه وهي اللي عملت كده؟ وده كان مجرد احتمال من ضمن مئات الاحتمالات اللي كانت الشرطة حطها عشان تقدر تحل اللغز وتجاوب على السؤالين: مين الجاني وإيه الدافع. وبعدها بكام يوم يتم الإفراج عن الجثمان من هيئة الطب الشرعي عشان ينقلوا الرجل الطيب لمثواه الأخير. ميدو ومحمود ومحمد هم اللي بيتولوا كل حاجة وما زالوا في حالة صدمة ومش مصدقين. خد بالك إن ميدو ما كانش ظاهر في الصورة من البداية، وتبدأ التحريات الجنائية وبتكثيف جهودهم في التحريات يعرفوا إن المجني عليه كان معاه تليفون وتابلت، وبالبحث يكتشفوا إن التليفون آخر مكان مسجل ليه على الشبكة في نفس عنوان المجني عليه، وبالتقريب في نفس العمارة، والتابلت في مكان قريب، لكن التليفون والتابلت الاتنين مقفولين. وبمعلومة زي دي كان أول واحد محطوط في دايرة الشك وبنسبة كبيرة هو محمود، لأن هو الوحيد اللي ساكن معاه في نفس العمارة. وبتفتيش شقة محمود التليفون فعلا بيطلع من شقته. بس السؤال: هل محمود هو فعلا الجاني ولا ضحية ذكاء الجاني الحقيقي؟ مش عايزك تستعجل، لأن في نفس الوقت التحريات بتثبت إن محمد تم رصده أمام كاميرا صراف آلي وهو بيسحب فلوس بفيزة عم مجدي، ومحمد ومحمود هم برضو اللي فتحوا باب الشقة على المجني عليه واكتشفوا إنه مقتول. يا ترى كانت صدفة؟ وبشكل مبدئي انت ممكن تحكم ان الاتنين قتلوا عم مجدي وشركة في الجريمة، لكن القضية مش بالسهولة دي ولسه ما خلصتش، لان محمد قال في التحقيقات ان عم مجدي اتصل بيه يوم الخميس الموافق 10/8 وطلب مني ان اسحب له المعاش والارباح. رحت فعلا سحبتهم لانه سايب معايا الفيزا ومفتاح الشقة، وبعد ما سحبت الفلوس اتصلت بيه وما ردش عليا وبعت لي رسالة على الواتساب قال لي فيها سيب الفلوس والفيزا على باب الشقة، والكلام ده كان بعد فرح المنطقة كلها كانت معزومة فيه. وفعلا بعد تفريغ المكالمات من تليفون محمد وتليفون المجني عليه اللي كان موجود في شقة محمود والرجوع لشركة الاتصالات، محمد فعلا كلامه مظبوط. اما بالنسبه لميدو فالتحريات بتثبت انه اصلا ما كانش متواجد لان شفت عمله بالليل، وبكده المتهم الوحيد يكون محمود عبد الصبور، واللي كان مطلوب منه تفسير سبب وجود موبايل المجني عليه في شقته. فبيقول ان ابنه لقى التليفون ده تحت الكرسي وشاله معاه على امل ان صاحبه يسال عليه، واكيد صاحب التليفون حد من صحاب والده اللي بيجي عندهم بشكل مستمر. لكن الشرطه ما صدقتش كلامه رغم انه فعلا مش هو الجاني، ولأن الجاني في الوقت ده بيكون اطمن إن محمود هو الوحيد اللي هيشيل القضية، فبيفتح التابلت اللي من خلاله الشرطة بتوصل له، وبيتم القبض على الشخص اللي كان بحوزته التابلت ويعترف إنه مش هو الجاني ويكشف للشرطة شخصية الجاني محمد النجار آخر العنقود. يتم القبض عليه عشان ينهار ويعترف بكل حاجة، ويقول إنه كان مخطط للجريمة دي من شهر تقريبا، وحدد اليوم 10/8 اللي هيكون فيه فرح وأهل المنطقة كلهم هيتشغلوا فيه. في نفس الوقت عم مجدي من ضمن المدعوين مش هيكون موجود في البيت، بس بيتفاجئ إن عم مجدي بيرجع فبيستخبى في المطبخ، وعم مجدي بيدخل عشان ياخد دش، وأول ما يدخل الحمام ويخلع كل ملابسه يسمع صوت بره عشان يخرج ويتأكد فيه ايه، ويتفاجئ بوجود محمد قدامه. وبدون ما يفكر محمد في اي حجة ممكن يقولها اللي ممكن يبرر بيها وجوده، يلف ايده حوالين رقبة الضحية ويخنقه عشان يقع على الارض مغمى عليه. ولما يفوق عم مجدي بيحاول يستنجد بأي حد ينقذه. محمد يهجم عليه مرة تانية، بس المرة دي بسكينة كانت موجودة في المطبخ وبعدة طعنات أدت لإنهاء حياته. وعشان يضلل الشرطة ويبعد الشبهة عنه افتعل المكالمة ورسائل الواتساب، ونزل عند محمود بحجة انه بيرد له مبلغ كان سالفه منه قبل كده، مستغل فرصة ان محمود قام عشان يجيب حاجة يشربها وحط تليفون الضحية تحت الكرسي في شقة محمود، وده طبعا عشان يكون هو المشتبه فيه رقم واحد، او بمعنى ادق المشتبه فيه الوحيد. الغريب ان اهل محمد وجيرانه ما كانوش قادرين يصدقوا ان محمد قتل عم مجدي من حالة الحزن والانهيار اللي كان فيهم. وعم مجدي اللي كان خايف يموت من غير ما حد يحس بيه مات فعلا من غير ما حد يحس بيه، بس بسيناريو غير متوقع وعلى ايد اكتر حد امن له، والسبب كان الرقم السري. العبرة هنا ان مهما كنا شايفين الاشخاص اللي قدامنا ملايكة، احنا ما نعرفش ايه اللي جواهم وشيطانهم ممكن يوصلهم لحد فين. وفي جلسة يوم السبت 22/6/2024 يتحكم على محمد بالإعدام، والقضية دي تتشابه جدا مع قضيتين اتكلمت عنهم قبل كده، قضية جريمة صلاة الجمعة والسر المغسلة. هتلاقوا اللينك بتاعهم في أول تعليق مثبت أو هيظهر قدامكم حالا. أتمنى أنكم تشوفوهم لأنهم دليل على صحة مقولة حرص وما تخونش. وأخيرا ربنا يرحم عم مجدي. ولحد هنا ينتهي دوري عند السرد وبس، أما الحكم في الأول وفي الآخر فهيكون ليك. دمتم في أمان. سلام.